السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم معاذ ورجعنا تاني للفيديوهات. طبعا انا عارف ان انا بقالي فترة كبيرة ما نزلتش فيديوهات، ولكن اوعدكم ان الفترة الجاية في سلاسل كتير نازلة وفي فيديوهات كتير يعني في دماغي ان شاء الله هصورها، وهنتكلم عن الدوريات الخمسة الكبرى وهنتكلم عن حاجات كتيرة جدا. ولكن خلينا في فكرة فيديو النهاردة، وفكرة فيديو النهاردة هو ان احنا هنتكلم عن ما قبل مباراة الاهلي والترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا. هنتكلم لتحضير المباراة اللي جاية اللي هتكون على استاد القاهرة، وهنتكلم برضو شوية عن المباراة اللي كانت في تونس على استاد رادس. هنتكلم عن حاجات كتيره جدا بالنسبه لمارسيل كولر. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان اول ما ينزل فيديو يوصلك اشعار. وخلونا من غير كلام كتير نخش على الفيديو. وفي البداية خلونا نبدأ نتكلم عن مباراة الذهاب اللي كانت في تونس على استاد رادس، وخلونا نبدأ بالتشكيلة اللي بدأ بيها مارسيل كولر المباراة. بدأ في حراس المرمى بمصطفى شوبير، ناحية الشمال معلول، ناحية اليمين محمد هاني، اتنين قلوب دفاع محمد عبد المنعم ورامي ربيعة، ثلاثة في نص الملعب أكرم توفيق مروان عطية وإمام عاشور، ناحية الشمال حسين الشحات، ناحية اليمين بيرسي تاو، وراس حربة صريح وهو وسام أبو علي. طبعا هي دي التشكيلة المثالية بالنسبة لسكواد الأهلي اللي موجود حاليا، هي دي كل اللعيبة الأساسية، مفيش أي إصابات ولا في أي حاجة. فهي دي كانت التشكيله بنسبه كبيره اللي كانت كل الناس متوقعاها. وكولر نزل المباراه من غير تأليف، واخر فتره توليفه نص الملعب اللي بتضم مروان عطيه واكرم توفيق وامام عاشور، يعني عامله ثلاثيه حلوه. اكرم توفيق ومروان عطيه الاثنين يعني قريبين من مركز ستة. مروان عطيه ساعات بيطلع شويه مع امام عاشور، ولكن بنسبه كبيره بيكون ستة جنب اكرم توفيق، وامام عاشور هو اللي بيكون بلاي ميكر او هو صانع الالعاب اللي بيزيد جنب وسام ابو علي. وده فعلا اللي حصل في المباراه دي. التشكيله يعني على الورق 4-3-3، ولكن هي في اثناء المباراه بتكون 4-4-2. بيرجع حسين الشحات في نص الملعب، وبيرسي تاو برده بيرجع، وبتكون 4-4-2 جنبهم اكرم توفيق ومروان عطيه، وبيطلع امام عاشور جنب وسام ابو علي في الضغط. الاثنين بيكونوا زي راس الحربه، زي ما كان مارسيل كولر بيعمل مع حمدي فتحي، كان ان هو بيزيد في ال 18. وده فعلا اللي بيعمله مع امام عاشور، ان هو بيزيد جنب وسام ابو علي عشان يكون في ضغط عالي على فريق الترجي. ولكن حصلت حاجة غير متوقعة في أول 5 دقايق من المباراة، وهو طبعا إصابة علي معلول ونزول كريم فؤاد. علي معلول اللي هو واحد من أهم مفاتيح اللعب بالنسبة لمارسيل كولر وبالنسبة للنادي الأهلي، بيبقى عامل جبهة كويسة جدا مع حسين الشحات ناحية الشمال. الأوفرلاب اللي علي معلول بيعمله وبيرفع العرضية، والعرضيات اللي بيعملها اللي بتكون يعني بنسبة كبيرة هدف. وأكيد إن أنت تخسره في أول 5 دقايق دي كانت حاجة مقلقة جدا. وكمان دفاعيا علي معلول برده كويس جدا. نزول كريم فؤاد اللي هو أصلا وينج يمين، وأنا عارف إن هو كان بيلعب باك شمال مع انبي، ولكن طبعا بقاله فتره كبيره قوي ما لعبش في المركز ده. وحتى لما كان بيبقى باك بيكون باك يمين. لكن موضوع الباك شمال ده بصراحه انا استغربت منه جدا. يعني انا فكرت ان اكرم توفيق يرجع باك شمال وينزل اليو دانج مكان علي معلول في نص الملعب مكان اكرم، ولكن طبعا برضو اكرم ما بيلعبش باك شمال خالص، وكمان اليو دانج بقاله فتره كبيره ما بيلعبش. فان انت تنزله على طول في نص الملعب في ماتش مقفل اصلا زي ماتش الترجي وماتش صعب، فطبعا يعني بنسبه كبيره اللي عمله مارسيل كولر ده هو اللي صح. ولكن طبعا الجبهه الشمال دي يعني لو بس الترجي كان ركز عليها شويه وكانوا عملوا زياده عدديه ناحيه اليمين بنسبه كبيره كانوا هيقدروا ان هم يسجلوا هدف. ولكن الحمد لله فريق الترجي ما عملش كده. وزي ما قلت لكم مباراه الذهاب كانت مباراه مقفله جدا من جانب الفريقين. الترجي على ملعبه برده ما كانش عايز يجازف ويهاجم عشان ما يدخلش هدف على ارضه، طبعا بتتحسب بهدفين. فطبعا برده هتكون الدنيا مأزمه وهيرجع لسه القاهره، فهتكون برده يعني مباراه صعبه جدا في وجود استاد القاهره ووجود الجماهير والاستاد متقفل. فالمهمه بالنسبه له هتكون صعبه. نتيجه 0-0 انا شايف ان هي ايجابيه بالنسبه للترجي. 0-0 على ارضه، ولسه هيجي القاهره لو سجل هدف هيكون بهدفين. اما بالنسبه للنادي الاهلي فهي يعني مش نتيجه مش جامده ولا هي نتيجه وحشه. نتيجه 0-0 انت ما قدرتش ان انت تسجل اهداف هناك، وفي نفس الوقت ما تسجلش فيك هدف، فهي ايه نتيجه متوسطه بالنسبه للفرقتين. ولكن طبعا النادي الاهلي في المباراه اللي هنا طبعا لسه هنتكلم عليها. ولكن برضو واحده من ابرز اللقطات اللي حصلت في المباراه هو نزول قفشه مكان امام عاشور في الدقيقه 81. قفشه اللي نزل مسك كوره وخلى فريق الترجي كله يرجع نص ملعبه بعد ما كانت الكوره في نص ملعب الفريقين، وده بيمسك كوره شويه وده بيمسك كوره شويه. ولكن من الدقيقه 81 ومن ساعه نزول قفشه مسك كوره والنادي الاهلي مسك كوره وكان فريق الترجي كله في نص ملعبه. ودي طبعا حاجه ايجابيه. اول نقطه ان انت بتريح دفاعاتك ومش عامل عليهم الضغط اللي كان عامله الترجي، وفي نفس الوقت انت ماسك كوره وفي اي وقت ممكن ان انت تسجل هدف.
وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بنتيجة 0-0. وخلونا بقى نخش على مباراة الإياب اللي هتكون على استاد القاهرة، واستاد القاهرة كله متقفل بجماهير النادي الأهلي، وطبعا دي يعني حاجة بتصب في مصلحة النادي الأهلي وطبعا لعيبة النادي الأهلي. ومارسيل كولر بعد المباراة طلع قال إن هو هيجازف في مباراة الإياب وهيبدأ إن هو يهاجم. طبعا المجازفة دي يعني بتدل إن هو هيهاجم، ولكن أنا قلقان لأن طبعا الهجوم الجامد قوي ده هيخلي في هجمة مرتدة ولا حاجة من الترجي يقدر إن هو يسجل منها هدف. وهم معاهم اتنين لعيبة برازيليين اللي هو الوينج اليمين وراس الحربة رودريجيز، الاتنين عندهم سرعات، فممكن في اي هجمة مرتدة يقدر ان هو يروح عليك ويسجل هدف. ولكن طبعا انا عارف ان كولر اذكى من كده، وبصراحة انا ببقى واثق في كولر في المباريات الكبيرة دي وفي النهائيات. فانا عارف ان هو اكيد هيأمن الدفاع وفي نفس الوقت هيهاجم وهيكون في زيادة عددية هجومية. اما لو دخلنا للتشكيل المتوقع اللي يبدا بيه مارسيل كولر المباراه، مباراه الاياب اللي هتكون على استاد القاهره، واستاد القاهره كله متقفل بالجماهير، فاظن ان هو يلعب بمصطفى شوبير اللي عامل اداء قوي جدا. ناحيه الشمال هيلعب احمد نبيل كوكا. في ناس كتير قالت ان هو يلعب باكرم توفيق او حتى محمود متولي، وفي اختيارات كتير، ولكن انا اظن ان هو يلعب باحمد نبيل كوكا لان هو اصلا لعيب اشول، دفاعيا قوي وهجوميا عرضياته كويسه جدا. فهيكون كوكا ناحيه الشمال، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه. وناحيه اليمين برده في ناس كتيره قالت ان محمد هاني مصاب، فلو مش محمد هاني مش هيقدر ان هو يلعب هيكون اكرم توفيق. وثلاثه في نص الملعب مروان عطيه، قفشه، امام عاشور. واظن ان هو يلعب قفشه وامام عاشور مع بعض، الاثنين تمانيات والاثنين هيزيدوا. مروان عطيه هو اللي هيكون لاعب رقم 6 اللي هيكون ساقط تحتهم، ومش يعني مش هيزيد كتير مع الهجمات اللي هتكون للنادي الاهلي. ناحيه اليمين طبعا بيرسي تاو، ناحيه الشمال حسين الشحات، وكراس حربه صريح وهو وسام ابو علي. ودلوقتي خلونا نخش على اخر نقطه معانا في فيديو النهارده، وهو اكيد توقعي للمباراه. وطبعا بما ان استاد القاهره متقفل بجماهير النادي الاهلي، فطبعا اتمنى ان النادي الاهلي هو يفوز في المباراه دي. وتوقعي للمباراه دي ممكن تنتهي مثلا بنتيجه 2-0 او بنتيجه 3-0. و3-0 عارف ان هي نتيجه كبيره، ولكن انا واثق في لعيبه النادي الاهلي وفي مارسيل كولر. وبس كده، هو ده كان فيديو النهارده. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان اول ما ينزل فيديو يوصلك اشعار على طول. وقابلكم الفيديو الجاي.